السلام عليكم. ألف مبروك النصر، جماهير النصر. تدرون كل النقاط هذه فقط الشوط الأول، الشوط الثاني يمتلئ الدفتر. ما علينا، حتى لو نبي نقرأ الدفتر الظاهر بناخذ ساعتين. ألف مبروك للنصر وجماهير النصر، مو على الفوز، ألف مبروك على الجمال، على المتعة. اليوم المباراة صراحة كانت جميلة، فيها تشبع كروي، على الرغم انه كان المعلق يعني يجيب النوم. رحت للانجليزي ما فهمت شيء، رجعت لأمه نفس الحكاية، نفس الرتم هو الانجليزي صراحة. المهم، بعدين في شيء اليوم لاحظته في المباراة، لجامي مسوي مصاب وقاعد يلعب مع الفتح، كيف في مؤامرة في الموضوع. نبي نبدأ مع النقطة الأضعف، الثغرة اللي كانت موجودة عند النصر، خط الدفاع طبعا، ووجود لابورت. بعض اللعيبة من ملامح وجهه أو من كنتروله يقول لك تعال أضغط عليه. يعني في بعض اللعيبة لما تشوف فيه ربكة تيجي تستبسل، أنت تترك المساحات خلفك وتيجي تركض عليه، تدري أنه ربكة، أقل ما فيها بيطلعها أوت. وبعض اللعيبة من ثقته ورافع راسه يعطي ثقة اللي بجنبه ويسحب خطوط الدفاع ليه ويطلع في ظهرهم بأفضل طريقة. هذا اليوم اللي سواه لابورت. كان موجود العقيدي وبروزوفيتش اللي رجلهم نظيفة ممكن ينقلوا الكرة للأمام. اليوم جاء حل ثالث مميز يمكن أكثر من الاثنين. فالآن لما فريقه بيضغط على النصر، مين بيمسك؟ بروزوفيتش لازم تمسكه، شيء طبيعي، والأظهرة لازم تمسك، والعقيدي رجله ممتازة، وجاء لابورت. الشيء الثاني عند لابورت، اليوم انحط في موقف محرج، ولكن أقول لكم الثقة اللي موجودة عنده. العقيدي كان برا المرمى ولابورت كان واقف بين الخشبات الثلاث، وجاه باص محرج لأبعد درجة. وأنا أتفلسف لو مكانه شتها عشوائي. المكان هذا خطر أساسا، لما توصل أنت في هالمكان هذا لحالك تحت ضغط، نبضات القلب عندك تتضاعف. أخذ خطوة، طلع من المرمى، بعدين شات الكرة. صراحة تصرف، أتذكر واحد الله يمسيه بالخير لو كان مكانه ممكن هو اللي يجيبها على نفسه، عشان يعني ممكن التوتر. المهم، النقطة الثانية اللي خلى النصر ينظهر بهذا الجمال، تذكرون طبعا أنا أشجع ريال مدريد، تذكرون برشلونة لما سيطر على أوروبا لما كان معاه جوارديولا، التيكي تاكا واللعب الجميل والاستحواذ اللا منتهي. كان عنده ثلاثة في وسط الملعب من أفضل ثلاثة، أو كانوا أفضل ثلاثة على مستوى العالم وقتها. عنده أجنحة أي كلام، عنده في الدفاع نص ونص، بالحارس حقهم نص ونص، المهاجم عادي. لكن الثلاثة اللي كانوا في الوسط كان عندهم محور 6 ورجله نظيفة. اليوم أنا بشبهه بالخيبري اللي تطور كثير مع كاسترو، وعندهم مهندس لعب اللي يوزع الكرة على أرجاء الملعب وهو واقف، اللي اليوم هو بروزوفيتش. لكن الحلقة المفقودة في النصر أنيستا، اللي ما كان موجود في النصر من سنوات. ما أتذكر من فترة طويلة أنه كان في لاعب يملأ كل الفراغات في النصر، يفتح كل أي أحد معاه الكرة يفتح له زاوية تمرير، يطلب الكرة تحت الضغط، يلعب بثقة هجوميا دفاعيا، في كل مكان تلقاه فعال. أوتافيو اليوم وجوده خلى الكل يلعب بشكل جميل، قدر يخلي بروزوفيتش يتنفس. بروزوفيتش كانت يعني عليه ضغوط بحكم انه هو الوحيد المتكفل بنقل الكرة للقدام، وحتى لما يتقدم فريق النصر هو الوحيد اللي المفروض يصنع. فالكرة لما تيجي عنده، فريق النصر وفريق الخصم والمدرج عارف انه بروزوفيتش يحاول يصنع. مي كل مرة تجيك الكرة انت تقدر تصنع، لما يقفلوا عليك خطوط تمرير ويجي واحد يضغط عليك انت ما انت بقادر. ولكن وجود أوتافيو خلى بروزوفيتش يختار الوقت المناسب. شلون يختار الوقت المناسب؟ دائما أوتافيو قريب منه، يعطيه الكرة ويرجعها له، يعطيه الكرة ويرجعها له. مثلث، هو أي لاعب يدخل معاهم في المنظومة، أي لاعب كان ينضم معاهم في المثلث يبدع، لأنه يلعب بين اثنين ثقة، إلى ما يلقى بروزوفيتش الفرصة المناسبة إنه يعطي الباص النظيف. غير إنه، والأهم، الضغط العكسي والضغط العادي عند النصر كان سيء جدا، بحكم انه كريستيانو ما يضغط، تاليسكا ما يضغط، فكان بروزوفيتش دائما هو اللي يروح يضغط على قلب الدفاع، وماني ما غير بروزوفيتش وماني فقط، ودائما المحور حق الخصم ما معه احد.
فضغطك هذا ما له أي فائدة، مجرد أنك بعدت بين الخطوط بدون أي فائدة. فلما تلعب كورة طويلة سواء جت للمحور أو جت من الأظهرة بعيدة، كريستيانو، تاليسكا غريب إذا هو موجود، فوفانا غالبا أو أوقات، بروزوفيتش، ماني، كلهم برا اللعبة، يصيروا 4-5 لعيبة على خط دفاع ضايع. اليوم إيش اللي أضافه أوتافيو؟ لما طلع بروزوفيتش يضغط وطلع ماني يضغط، كريستيانو كان مجرد أنه يقفل خطوط تمرير يكفي. هو غريب، أوتافيو دائما ماسك المحور. شفتوا اللقطة اليوم اللي غلط فيها محارس الفتح، يدور المحور جاي يعطيه الكورة، كان أوتافيو سابقه بخطوة. الضغط مو اني اكون قريب منه، خاصة المحور في الضغط لازم تكون سابقه بخطوة، لازم ما توصل الكورة نهائي. احرج الفتح وعجز يطلع الكورة في اكثر من لقطة، رغم انه كانت المحاولة عندهم جيدة، ولكن صراحة في الضغط كمنظومة القطعة برضو الناقصة أوتافيو، اللي اليوم هجوميا دفاعيا أضاف الكثير، وأحسن شيء أنه يطلب الكرة تحت الضغط بثقة غير طبيعية. بشكل عام انطلاقة جديدة للنصر. أسلوب كاسترو قبل هذه المباراة أنا توقعته الشايب الواقعي اللي يبغى الفوز وبس، لكن اليوم تفاجأت. ما أدري هو من اللعيبة، هل كاسترو عنده أشياء إلى الآن ما شفناها؟ صراحة القادم أتوقع أجمل وأفضل، خاصة لما ماني يرجع لمكانه، وخاصة هذه ثغرة إلى الآن موجودة في النصر، لو يصير في تطور شوي في الضربات الثابتة عشان تستغل، عشان تنفتح كل أي مباراة بسرعة وترجع تشوف المتعة في كل مباراة، المتعة اللي شفناها اليوم. إذا أعطوني كالعادة باصات نظيفة بإضافة القناة، باللايك، بالشير. أنا أخوكم أحمد، وبعطيكم صناعة نظيفة في المستقبل. تحياتي.